فريق ثابت وثقيل في الملعب. ثقيل المغرب. نعم ثقيل، يعرف شيء في المباراه. خلصها هجمه مرتده، خلص الاجوال على طول. المباراة الأخيرة لعبتوا 120 دقيقة وصلتوا بلنتيات قاتلتوا فيها، اليوم ثلاثية. ما بقول لك اثرت علينا، لكن المغرب يبين في الملعب تخطيط، واقفين صح في اماكنهم. اللعيبه قوي المغرب، قوي جدا. الفريق الثاني وقوي جدا، لكن الحمد لله خذنا تجربه، جبنا الرابع او الثالث والحمد لله رب العالمين. المرات الجايه ان شاء الله معوضين ان شاء الله. الحمد لله. هارد يعطيك العافيه. هارد لك يعطيك العافيه. اليوم ثلاثية. والله هاي حال الكورة، نقول الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله القادم أفضل. ايش سبب الخسارة اليوم؟ قلت لك اللعيبة منصدمين، أحس إن ما قاعدين يستوعبون ضغط الجمهور. ما في قوي المغرب. المغرب مو قوي، لعيبتنا الأمان اللي عطوهم الفرصة. معوضين خير. وياك إن شاء الله. هارد لك. طيب عادي، يوم لك يوم ان شاء الله. يوم لك ويوم عليك. صح. ايش سوي الخسارة اليوم؟ الارهاق مباراة الجزائر، اللعيبه كانوا مرهقين صراحه. مرهقين. اي مرهقين. والحظ بعد الشوط الثاني كان سيطرة الامارات بس. الامارات المباراة الأخيرة قدم ملحمة، اليوم يخسر ثلاثية. اقول لك ارهاق المباراة مثل ما قلت ملحمة، يعني كانوا مرهقين صراحه. يعطيك العافية، معوضين خير ان شاء الله. هارد لك. يا اخي والله ظلم، كل مرة نوصل نص نهائي نرجع، نوصل نص نهائي نرجع، ملينا من 2000 من كاس الخليج، المستوى نزل. هذه ردة فعل الجمهور الاماراتي بعد الخسارة. نبارك لاخواننا من المغرب الفوز وتأهل للنهائي، وهارد لك جماهير الامارات. قدمتوا مباراة كبيرة بس ما حالفكم الحظ، شو الاسباب؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هارد لك لنا ومبروك للمنتخب المغربي. بصراحه المباراه ما كانت سهله، ما في اعذار طبعا. حاولنا، حصلنا فرص بس ما قدرنا نستفيد من الفرص، نستثمرها كاهداف. هم يمكن حصلوا الفرص اللي اتاحت لهم، قدروا يستثمرونها باهداف. الحمد لله. صح انه كان في ارهاق بين الشباب، يمكن احنا ريحنا يوم اقل، بس هذا ما يعطي مو بسبب هذا. ان شاء الله معوضين في المراحل الجايه ان شاء الله. اكيد نحن بنلعب كل مباراه كانها مباراه مهمه، طبعا كل مباراه تكون مهمه. قدمنا بطوله كبيره، حاولنا قد ما نقدر ان نحن نوصل بعيد. ما حالفنا الحظ اليوم. يمكن حاولنا قد ما نقدر ان من بدايه المباراه ما يطلع علينا هدف، ونحاول ان نحن نبادر، لكن ربك كل شيء بيد علم الغيب. مبروك لهم، يستاهلون. هارد لك لنا. يمكن انا كأول بطولة لي، واحساس هذا اللي احسه الحين، في يعني حاسس بخيبة امل كبيرة، لان الوطن يستاهل اكثر من اللي نحن قدمناه. يستاهل ان نحن نرجع لهم. نهائي. الف 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 مبروك. الله يبارك فيك، وان شاء الله العقبال كاس ناخذوه معنا من هنا. قطر المغرب، ديما المغرب وديما المغرب. اللي ما بوش ماشي مغربي، وي اللي ما بوش ماشي مغربي، وي. اول حاجه كنبغي نهدي هذا الفوز هذا والتاهل احسن لاعب الجامع الجماهير المغربيه، واولهم جلاله الملك نصره الله. كنهديو له هذا الفوز هذا والتاهل النهائي. الحمد لله حنايا فرحانين بهذا النهائي. الهدف ديالنا الاول والاخر اننا ان شاء الله نرجعوا المغرب بالبطوله ان شاء الله. شاهدنا منتخب مغربي. والله المغرب مسيطر، والله مبدعين. والله تحيه المغاربه، ونشكروا الاخوه اللي جاوا شجعونا، السودان والجزائر تحيه لهم. والكاس مغربيه ان شاء الله، الكاس مغربيه كاس الجزائر. تحيه المغرب ان شاء الله. لا كوف دافري يولي، لا كوف دافري يولي. هذا كاس العالم، ماشي لا كوف دافري. مغربي، اجواء جميله جدا مع المغاربه. عليكم الكلمه. شكرا لكم مع لاعب المنتخب المغربي كريم بركاوي. اول شيء طمني عليك. الحمد لله. اهم شيء بلوغ النهائي اللي كان هو عندنا هو الاهم.
المباراة هذه كان علينا نخليو فيها كل شيء باش نجيبوا التأهل النهائي. كنشكر اللاعبين، كنشكر الجمهور اللي كان حاضر، اللي ساعدنا بقوه واللي حضر بكثافه. كنشكر اللاعبين على الروح القتاليه ديالهم. المباراه ما كانتش بسهله. كنبغي نشكر المنتخب الاماراتي على الروح الرياضيه ديالو. الحمد لله حققنا المبتغى ديالنا اللي هو التأهل النهائي. هذه مباراه خصنا نفرحوا اليوم. النهائي اللي وصلنا ليه بالله حسن. Your feeling after this match? والله fantastic. Alhamdulillah, it's my first experience with Montahab, and directly we go to the final. So, Alhamdulillah, it's something big. خالد، كريم شرح لي الهدف. كيف طلعت في ذاك الهدف؟ بصراحة أنا كنت شفت مساوي غادي يدير سونتراج، فكان الإحساس ديالي أنها غادي تجي في القائم الثاني. كان عليا أنا نتغلب على المدافع. الحمد لله كان التايمينغ عندي في الوقت. سجلت. فرحة لا توصف. لكن الأهم في هادشي وأنا نهديت واحد الهدف اللي ثمين اللي خلانا عطانا واحد الثقة. كنشكر اللاعبين مرة أخرى، كنشكر الطاقم التقني، كنشكر الجمهور هذا الكبير اللي كيساعدنا، والجمهور اللي في المغرب اللي دائما. And it was a little bit lucky, but sometimes you need it in football. Congratulations. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. ايش اللي صار اليوم؟ بصراحة بكل جدارة المغرب منتخب يستاهل وفاز بجدارة ويستاهل. ولكن أنا اللي أتكلم فيه نحن ما فزنا بالكورة. نحن قبل ما ندخل هني وصلنا، هذا فوز بالنسبة لنا. نحن وصلنا الدوحة، هذه وحدة. المنتخب المصري، المنتخب المغربي نلتقي وياه هني في هذا المكان، هذا بالنسبة لنا نحن فوز. في النهاية الكاس ما طلع برا عن العرب. أنا أشكر دولة قطر يعني بتنظيم هذه البطولة، بتجمع العرب. هذه أظن السنة الثالثة على التوالي تكون. شكرا لكم مع مدرب المنتخب المغربي. فالور بواحد المبادئ، واحد الاخلاق كبيره بزاف، كترأسها الحب ديال الوطن، الوطنيه والغيره على حمل القميص الوطني وتمثيل المغرب احسن تمثيل. والحمد لله انتم شفتوا الرجال كيفاش قاموا بالمقابله. انا يمكن كنت قلت قبل المقابله بان المقابله هذه يعني المفاتيح ديال المقابله كتكمن في الذكاء ديال التعامل مع مجريات المقابله، وكتكمن كذلك في التريث والصبر. وكنظن باننا الحمد لله في الشوط الاول كان المنتخب في الشوط الثاني وراه ابانوا على علو الكعب ديالهم، خصوصا في وسط الميدان وفي الهجوم. لكن الحمد لله ربي وفقنا باش نديروا التغييرات اللي كانت في الوقت المناسب واللي عطات الاكل ديالها، وتمكنا باش نسجلوا الهدف الثاني والهدف الثالث. سعيد كثير وحب كبير، وفي نفس الوقت كاين واحد الاحترافيه اللي كبيره ومسؤوليه اللي كبيره، وكنحاول ندير هاد الثلاث هاد لو تريونغل هذا، واكيد انه كيعطي لا بيرفورمانس وكيعطي النجاحات، ورضا الوالدين ورضا الله شيء كبير كبير كذلك. الف مبروك، تستاهل. الف مبروك. عودة اليكم. شكرا لك. المغربي عرضت لنا مباراة ما كانت سهلة. يمكن حصلنا فرص ما قدرنا نستثمرها. يمكن المنتخب المغربي حصلوا فرص واستثمروها كأهداف. حاولنا صراحة، بس آخر دقائق يمكن في إرهاق من اللعيبة. يمكن المباراة اللي طافت ضد الجزائر أثرت علينا شوي لأن لعبنا شوط إضافي، بس هذا ما يعطينا عذر إن نحن طلعنا بهذه النتيجة أو ما تأهلنا. كنا نطمح صراحة نروح النهائي نفرح شعبنا، بس سبحان الله هذا كله مكتوب. الحمد لله وصلنا نص النهائي. الحمد لله على كل شيء في النهاية والأخير. من مسألة الاستقبال الأهداف، وكان يقول احنا بنعالج هالأمر لأن في كل مباراة انتم تستقبلون أهداف، وطحتوا في نفس المصيد اليوم استقبلتوا أهداف. أكيد يعني شوف، ما في فريق بيستقبل أهداف. نحن نسوي كل اللي علينا إن ما نحصل، يمكن ما نستقبل أهداف، بس يمكن الوقت ضيق جدا يعني عشان نشتغل على الأخطاء. يمكن بس عندنا يوم واحد استشفاء، يوم الثاني على طول تمرين حتى يكون خفيف، يمكن وايد صعب معالجة الأخطاء في هذه الفترة القصيرة. بس نحاول نسوي كل اللي علينا عشان نحاول ما ندخل في الأخطاء الثانية. بس نفس ما قلت يعني المنتخب المغربي يمكن قدر يستثمر فرصه كأهداف ومبارك لهم.
العافيه ومعوضين خير كابتن. اذا